خلاص يا جماعة، عرفنا ليه وفاء مراد حمدي غيرت الستايل بتاعها او الشكل او الكلام ده كله. علشان خاطر ايه وعشان خاطر مين؟ كل ده خلاص اتعرف يعني. هي وصلت لكده. ايوه يا عم، وصلت لكده واكتر واكتر كمان. قبل بس ما ايه ما نخش في التفاصيل، اخد بس شفطة نسكافيه عشان خاطر اصحصح كده معاكم. تمام، اتفضلوا بس الاول كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعة، انا قريت في التعليقات حاجة انا استغربتها. وهل بالفعل ممكن يعني اللي احنا شفناه ده هو ده الموضوع؟ يعني انا قريت في التعليقات: انت يا وفاء بتحاولي ليه تعملي زي جورجينا مرات حمدي؟ بتحاولي تغيري في شكلك، في الستايل بتاعك، في وزنك، في كلام كتير جدا شفته في اكتر من تعليق عند وفاء. وطبعا وكل الفيديوهات او القنوات اللي بتاخد لهم مقاطع، يعني انا بدخل بدوري عشان بنزل فيديوهات، ببص على الفيديوهات وببص على التعليقات، اشوف في ردود الافعال بتاعت الناس عامله ايه. انا استغربت، هل يعني دي يا وفاء اللي احنا ممكن مثلا على كلام الناس، يعني احنا الناس بتقول كده، هل وفاء فعلا واخداها بالشكل ده؟ هل وفاء فعلا متأثرة بيها للدرجة دي؟ يعني انا عايز ارد حضراتكم، هل بالفعل ممكن وفاء تتأثر بيها كده؟ يعني بتحاول تغير في ستايل شعرها، في لبسها، في معرفش ايه. والجراءة اللي وفاء بقت عليها في الفترة الأخيرة، كانت بتدور دخلت المحل الملابس وتدور على معرفش على مايو ايه، ودخلت كده على حاجات احنا مستغربينها. الناس في ذهول، الناس مستغربة. اقسم بالله كل فيديو انا بتكلم على حمدي ووفاء، انا واحد من الناس، ويمكن حمدي اتكلم معانا شخصيا واللي عارف كده، والراجل يعني كان متابعنا ومعرفش هو متابعنا ولا ايه، ولكن انا بقول لو متابع يا عم حمدي، الناس عايزة توضيح بكل الأحداث وبكل الأمور اللي انتوا بتمروا بيها دي. ليه؟ ليه يعني؟ وهل بالفعل يعني الأمور ده هتفضل مستمرة، ولا يعني في دماغكم رجوع تاني؟ يعني أنا برضو الناس عايزة تفهم وأنا عايز أفهم. هل دي استمرار خلاص، يعني انتوا خدتوها قاعدة وخلاص مكملين عليها، ولا هي بس ايه فترة من الفترات والامور هترجع لطبيعتها تاني؟ ولكن انا سؤالي للمتابع، انا بقول لحضرتك: انت شايف فعلا وفاء بعد اللي هي وصلت ليه ده؟ في ناس حابة الوضع، يعني نساء، عشان خاطر بس ايه كلام يكون واضح ومفهوم. في بنات او نساء حابين وفاء بالستايل ده، بغض النظر بقى عن ان ده حلال ولا حرام، هم حابينها وشايفينها ان هي يعني صغرت، وشايفينها ان هي بتغير في نفسها. وفي ناس تانية بتقول: لا يا وفاء، انت يعني مش بعد لما شاب ودى الكتاب وانت سنك المفروض ان انت خلاص يعني كبرتي وعندك بدل العيل ستة فخلاص يعني. تخيلوا الموضوع ماشي ازاي مع الناس، يعني الناس مختلفة في الآراء، كل واحد له رأي معين، وكل واحد بيحاول ان هو يقول رأيه. وانا بحترم كل الآراء، بحترم كل الناس. ولكن هل بالفعل اللي احنا شفناه في التعليقات ديت ممكن تكون هي متأثرة بكده؟ عشان ما نطولش على حضراتكم، انا في ذهول والله. اقسم بالله ما عندي كلام اقوله في الموضوع ده. بنشوف قنوات كتير جدا بتاخد وفاء حمد، وفاء دلوقتي اهزوءة بتاخدهم. لا انت وفاء ازاي ده انت كده بتعملوا فيديوهات فيها حاجات مش حلوة، وما انا مش عايز اوضح. في ناس يقول لك انتظروا العرض الاول. في قنوات كتير جدا بتاخد الموقف ده وعاملة عليه، يعني عاملين عليه حفلة زي ما بقول. ولكن انا بقول اهو، مهما كان انا يعني لما بتكلم حرصا ودايما بقول الكلام بشكل نصيحة وبشكل أخوي.
عمري ما هتريق على حد حتى لو كان الموضوع فيه تريقة، ولا حد هيسحبني ان انا ادخل في القصة دي. تمام كده، تمام كده. يلا عشان ما اطولش على حضراتكم، يلا نشوفكم في فيديو تاني. والفيديو اللي جاي هيكون فيديو قوي جدا، انتظرونا في القناة. اللي مش مشترك يشترك في القناة ويفعل زر الجرس، واللي ما كسبش ثواب عظيم ومعطلش لسانه بذكر الله. عطل لسانك بس الاول بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. وصلى على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وانتظرونا في اللي جاي ان شاء الله. اللي جاي مفيش احسن منه، قناة احمد الكابتن. يا عيني على ان شاء الله باذنك يا رب نوصل للمرحله اللي احنا بنحلم بيها، ونوصل للهدف ده ان شاء الله. اللي جاي هيعجبكم جدا 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 جدا. اوعى تنسى ان انت مشترك كمان في قناه احمد الكابيتانو. روح بالجري اشترك عشان خاطر اللي جاي هيعجبك انت شخصيا، انت شخصيا. يلا اشوفكم على خير، ومع الف 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 مليون سلام. يلا سلام عليكم.